الحمد لله على سلامتك يا حبيب قلبي. الله يسلمك يا شمس. عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. انا بخير طول ما انت بخير يا روحي. طبعا فزاع ما يعرفش اللي حصل لرجله ايه، وشمس قلقانة عايزة تقوله بس مش عارفة تفتح له الموضوع ازاي. ففزاع قال لها جسمي جسمي كله وجعني يا شمس قوي. الف سلام عليك. الحادثة كانت صعبة قوي يا فزاع. الدكتور قال لنا ان في جروح كتير قوي في جسمك، وان الحمد لله عدت على قد كده، شوية مسكنات وهتعدي المرحلة دي وهترجع احسن من الاول اكيد. فترة وهتعدي، صدقني وخليك واثق فيا يا حبيبي. ماشي، الحمد لله على كل شيء يا شمس، الحمد لله. انت مؤمن يا فزاع صح؟ وعارف ان كل ده ابتلاءات، وعارف ان الابتلاء بيبقى اختبار لينا صح؟ في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن أعظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال حديث حسن: أكثر الناس إيمانا أشدهم. صح يا فزاع ولا إيه؟ كلها ابتلاءات من عند ربنا ولازم نصبر. شمس، هو أنت عايزة تقولي إيه؟ أنا إيه ابتلائي بالظبط؟ فهميني يا شمس، عايزة تقولي إيه؟ بص، رجلك الشمال يا فزاع كانت الإصابة فيها، يعني النزيف ما كانش راضي يقف، فالدكتور اضطر ان هو يبترها. فهم. انا فزع وشمس بتتكلم، ضربات قلبه بتزيد، في دموع نزلت من عينه. شمس اترمت في حضنه وضمته جامد، وبدأت تعيط هي كمان معاه. فزاع، انا بحبك يا فزاع، ودي فترة وهتعدي واحنا مع بعضينا. المهم دلوقتي ان انت بخير ومعايا. مش عايزة اتكلم، اطلعي بره، اخرجي وسيبيني ارجوكي يا شمس، اخرجي بره. انا ما اقدرش اسيبك يا فزاع، يعني لو كنت مكانك كنت هتخرج وتسيبني؟ بس انتي مش مكاني. اخرجي بره يا شمس وسيبيني، اخرجي. ده ابتلاء ولازم ترضى يا فزاع، وبعدين انت كويس، انت فاهمني. انا محتاجالك وعايزاك تكون قوي جنبي، عشاني وعشان عيالك اللي في بطني، مامتك واخوك، وكلنا اصلا بنستمد بقوة منك يا فزاع. افهم بقى. اخرجي، اخرجي يا شمس ارجوكي، مش عايزة اتكلم، اخرجي وسيبيني لوحدي. شمس بصت له بحزن ووجع وحرقة في القلب، وقامت وخرجت بره الأوضة وسابته وهي قلبها بيتقطع عليه. صقر كان خرج من عند مامته وكان واقف بره الأوضة، وأول ما شاف شمس: ايه يا شمس، فزاع كويس؟ اه فاق يا صقر، كويس. ايه، قلتيله على حاجة؟ اه قلتله، وقال لي اخرجي بره، انا عايزة اقعد لوحدي، وكان متضايق قوي. معلش، اكيد مصدوم، انا هدخل اتكلم معاه شوية يمكن اهون عليه. ادخل له يا صقر والنبي، يمكن تقدر تخرجه من الحالة اللي هو فيها دي. صقر وقف على باب الأوضة شوية بيستجمع شجاعته عشان يمسك نفسه قدام فزاع وما بينلوش أي زعل. وبعد كده دخل عليه الأوضة، وقف قدامه، حاول يمسك نفسه قدام فزاع ويبين إن هو قوي. وبعدين قال له: الحمد لله على سلامتك يا أخوي، كده تقلقنا عليك؟ ينفع كده؟ لكن فزاع بصله ووجع وسكت ومردش عليه. يا عم قولي، هو اللي بيعمل حادثة بيبقى كده ويبقى عامل كده؟ كده ايه؟ مش فاهم حاجة. يعني بيبقى قمر كده. يا عم ده الممرضات عمالين يتخانقوا بره، مين اللي هيخش لك؟ عمالين يزقوا في بعض. انت هتهزر؟ ده وقته يعني يا صقر تهزر فيه؟ اه فيها ايه، ما انت زين اهو. فيك حاجة؟ اه، عرفت باللي حصل معايا يا صقر. ايوه عرفت، بس ده قضاء ربنا، وانت كويس اهو يا فزاع. الدكتور قال ان الحادثة كانت شديدة. ايوه، بس انا مش هعرف امشي تاني. ازاي همشي؟ يا عم في طرف صناعي يتركب، بس لما الجرح يلم شوية وتسترد صحتك وهترجع تمشي تاني عادي، ومحدش هيعرف باللي حصل غيرنا بس. يعني طبيعي، كأنك طبيعي بالظبط. قلبي وجعني قوي، قلبي وجعني قوي يا اخوي. صقر جري عليه واترمى في حضنه. سلامة قلبك، انت مش اخوي بس يا فزاع، انت عارف، انت ابوي. احمد ربنا يا اخوي انك بصحة وبعافية، وانك قمت لينا بالسلامة من الحادثة. ماشي، الحمد لله على كل حال. الباب خبط ودخلت الممرضة
وشمس دخلت معاها. مجرد ما الممرضة قالت له الحمد لله على السلامة، صقر غمز لفزاع، وفزاع بصيله بصة حادة وسكت. الممرضة غيرت على الجرح وغيرت له المحاليل وخرجت بره وسابتهم لوحديهم. شفت الممرضة حلوة ازاي يا اخوي؟ والله لا اقول له ضحى. بقولك ايه، ابعد عن فزاع هتفسد اخلاقه. مالكش دعوة بجوزي، انتي هتغيري من الممرضة يا شمس. اه، بغير ممرضة وبغير عليه من الهوا كمان. الله يسهله يا اخوي، شمس عيونها هتطلع قلوب. بس يا رخم، فزاع مش بيتكلم، سكت وفي دنيا تانية خالص. تسلم بحزن. فزاع، قومي تعدل اجيب لك كوباية عصير تشربها. لا، مش عايز حاجة، انا عاوز انام، سيبوني بعد اذنكم. سقر عدله المخدة وخرج بره الأوضة، وشمس قعدت جنبه مرضتش تخرج. ارجعي البيت وارتاحي يا شمس، شكلك تعبانة. يلا قومي روحي. روحي ارتاحي، راحتي معاكي يا حبيبي، انا كده مرتاحة. شمس، اسمعي الكلام، انتي حامل وتعبانة ولازمك راحة. روحي وتعالي بكرة. مش همشي من هنا غير وانت معايا يا فزاع. هو انتي مش بتسمعي الكلام ليه؟ مش قلت امشي وروحي؟ شمس قامت وقفت وعيونها مليانة دموع. خرجت بره وقفلت الباب وراها وهي ماسكة نفسها من العياط. فزاع اتنهد وخد نفس بالراحة، حاسس بحزن وضيقة. هو مش عايز يشخط فيها ولا يزعق، بس برضه عايزها ترتاح، مش عايزة تقلق عليه. شمس غسلت وشها ودخلت عند عمتها الأوضة، واللي كانوا كلهم قاعدين وحبوا يطمنوا عليها وعلى فزاع منها. أنا عاوزة أطمن على فزاع، ودوني لفزاع ابني، هو نايم دلوقتي يا عمته. ما تقلقيش بقى كويس، يعني نام انت يا عمته. يا خال، خد ضحى ومرة خالي وشمس معاكوا وروحوا ارتاحوا شوية وابقوا تعالوا بكرة. لا أنا مش هروح، أنا قاعدة معاك. ما يصحش يا فقر، خلينا قاعدين معاكوا يا ابني، لازم ترجعوا ترتاحوا، شكلكوا تعبانين، وشمس كمان تعبانة ومحتاجة تريح عشان تاكل عشان اللي في بطنها. يلا خدوها بقى. خلاص خلاص يا حاجة، اهدي انتي بس واحنا هنمشي حاضر. عابد خدهم كلهم وروح وساب صقر واقف مع نصرة. شمس روحت البيت، خدت دش وغيرت هدومها ولقت نفسها مش عارفة تنام. رجعت على المستشفى تاني ودخلت عليهم. ايه ده؟ ايه يا شمس، ايه اللي جايبك تاني؟ ما جاليش نوم، فقلت لاجي اقعد معاكم. خلي بالي من فزاع ومن طنط. ومروح انت يا صقر، كفاية عليك كده. لا، خش انتي الفزاع وانا هقعد هنا مع عمي، ولما خالي يبقى يرجع هبقى اروح انا. شمس راحت دخلت لفزاع على طول من غير ولا كلمة، وصقر فرح ان هي رجعت تونس فزاع.